الجمعية عودتكم على أن تختار من رجال ونساء التعليم وجها لتكرمه دائما، ولم نكن نشترط أن يكون هذا الوجه أستاذا أو أستاذة للغة العربية، ولكننا كنا نسلط الأضواء على كل المؤسسات، ننقب ونختار بدقة حتى وصلنا إلى هذه النتيجة. الأستاذة خديجة زروان من مواليد مدينة شراب، حاصلة على الإجازة في الأدب الفرنسي من كلية محمد الأول بوجدة سنة 1983، خريجة المركز الجهوي بدار مغلف بالدار البيضاء، التدريس بمدينة تازة، المدرسة العليا للأساتذة بمكناس، تدريس بمدينة جرادة، الحصول على رسالة تشجيعية وشهادة تقديرية من أكاديمية وجدة، تشجيع من أكاديمية وجدة، الالتحاق بالزوج والتدريس بثانوية محمد الخامس بطنطان، عضوة بالخلية الجهوية للأنشطة الثقافية 2002 التحقت بهذه المدينة، المسؤولة عن نادي اللغة الفرنسية بثانوية محمد الخامس بطنطان، مرشدة تربوية للغة الفرنسية، تم تكريمها من جمعية أسامة للطفل وتنمية الشباب والرياضة فرع طنطان، وأم لطفلة واحدة أبقاها الله لك، ولذلك سنكرمك أنت وابنتك أستاذة اللغة الفرنسية، وأنها تشتغل في القسم بطريقة التي ترفع من معنوياتنا نحن الشباب. أستاذ السيد الكاتب العام الذي يستقبلنا في بيته عندما نريد اجتماعا معه في جمعيتنا باسم السيد العامل، شكرا لك، أنت كذلك تستحق كل تكريم، فتتفضل وكرم معنا الأستاذة خديجة زروان. نعطي هذا النموذج والتذكار للجمعية وشهادة تقديرية. هذا شرف لنا أن نكرم الطفلة، وهذه رقعة جلدية، رقعة جلدية كتبت عليها سيد العزيز: أحب أن أفتح قلبي لكل عشاق لغة الضاد، مفكرين وأدباء، أساتذة، تلاميذ وشعراء، فمرحبا بكم على شواطئي وتحت شمسي، سعيدة أنا بكم، فلتسعدوا بي. إهداء إلى الأستاذة خديجة زروان دورة 2011. في ورشاتنا التي كنا ننجزها من 8 كما قلت إلى 1 أو 1:30 في السنة الماضية وهذه السنة، كان هناك عنصر يحضر كل ورشاتنا. أصغر مشاركة في الورشات السنة الماضية وهذه السنة عبرت لوالدها أنها تريد المشاركة بالإلقاء، وهي تلميذة في المستوى الابتدائي. ننادي هنا على أصغر مشاركة في الورشات التلميذة سلمى الجابري. الجمعية ستكرمك اليوم. هناك شهادة تقديرية، وهناك بعض الكتب التي لن تقرأها الآن، ولكن عندما تكبر ستجد فيها توقيع جمعية أساتذة اللغة العربية. تتسلم جائزتها من يد السيد ممثل مدير الأكاديمية الجهوية أستاذ محمد الزهري. سيد جابري، تفضل. الأم كرمت معها ابنتها، والطفلة الآن تكرم معها الأب.